الأب ده بيخطف بنته وبيسيبها في القبو لمدة 20 سنة. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ فيلمنا بيبدأ بواحد أقرع وبشنب مربع شبه هايزنبرج من مسلسل بريكنج باد، بيكون سايق ومعاه بنتين ورا، منهم واحدة بتموت وبيوصلهم للمستشفى والدكاترة بيحاولوا ينعشوها. بعدين بنشقلب ونقلب ونرجع 20 سنة. بصراحة أنا شايف إن 20 سنة كتير، وكان المفروض نرجع 3 سنين، بس المخرج عايز كده. المهم بنرجع 20 سنة وبيكون عمنا هايزنبرج اللي بنعرف إن اسمه مستر كوادي، بس أنا هسميه هايزنبرج عشان أحلى. عمنا هايزنبرج من 20 سنة بيكون قاعد مع مراته وبناته الاتنين سارة وإيمي. سارة بتقوم من الأكل وأبوها بيزعق لها ويقول لها اقعدي، فبتقول أنا كده هتأخر عن الحفلة، فبيستغرب ويبص لأمها ويقول لها حفلة إيه؟ وأمها بتبص لها وتقول لها حفلة إيه؟ وسارة بتبص لإيمي وتقول لها حفلة إيه؟ وبعدين سارة بتقول لأمها أنت تستعبطي يا ست ولا أنت إيه حكايتك؟ أنا هروح الحفلة وأنا قايل لك من أسبوعين. والأم لما تلاقي الأب متعصب بتقول لها مفيش الكلام ده، كلام ابوكي هو اللي هيمشي. وابوها فعلا بيقعدها وبيقول لها مفيش حفلات. ساره مش بتسمع كلام ابوها وبتخش الاوضه وتعمل نفسها نايمه، وبعدها بشويه بتنط من الشباك وبتقابل صاحبها وبيروحوا الحفله. في الوقت ده امها بتخبط على اوضتها عشان تتاسف لها انها باعتها في الوقت الصعب ده، وعم هايزنبرج بيجي بقى يرزع على الباب ويلاقيها مش بتفتح، فبيقتحم بالمفتاح على طول ومش بيلاقيها جوه، وبيقول لمراته بنتك عايزه تتربى يا هانم. في الوقت ده ساره بتكون في الحفله مقضيها رقص وانبساط على الاخر مع حبيبها، ولما بيزهقوا من الحفله بياخدها على الزرع ويقول لها غني لي، فبتقول له ايه ده انت بتغني؟ وبيتكرر المشهد بتاع حب البنات الكليشيه ده. المهم وبعد ما بيغني بيقضوا رومانسيات، وبعد الرومانسيات زبادي خلاط والدنيا بيس على الاخر. تاني يوم الصبح هايزنبرج بيكون مستني ساره تشرف البيت، وفعلا بيشوفها جايه مع استاذ حميد الشاعري من بعيد. ولما بتوصل البيت بتكون عايزه تنط من الشباك تاني، بس بيقول لها تعالي من الباب يا حبيبتي زي البني ادمين تعالي. ساره بتحاول تتجاهله وبتقوله لما تم 18 سنه مش هتشوف وشي تاني. فهايزنبرج بيتعصب عليها ويديها واحده انا مش في خطر ده انا الخطر، وبيمسكها من ايديها ويقول لها طول ما انت في بيتي يبقى تلتزمي بقوانيني. بس ساره بتزقه وبتطلع اوضتها عادي جدا، بني ادم مهزأ. المهم تاني يوم بتحكي لايمي اللي حصل في الحفله، وان حميد الشاعري قال لها انه بيحبها. ياه كل ده بيقول لها انه بيحبها يعني، ما كانش في علاقه. ما علينا. بعدين بيتكلموا عن هايزنبرج وايمي بتقول لها خلي بالك منه، وبعدين امها بتخش تنضم لهم في كلام البنات ده، بس هايزنبرج بيكون واقف يتصنت عليهم. ولما بيسمع ساره بتقول لهم انها هتسيب البيت وتلف العالم بينزل يفكر هيتصرف مع البت دي ازاي. فبيشوف اوضه سريه في القبو بتاع البيت، وبتيجي في دماغه فكره مجنونه هنعرفها بعدين. بتعدي الايام وساره في يوم بتكون بتكلم كريس حبيبها لحد ما امها بتسيب البيت تروح تشتري شويه حاجات. ابوها بيدخل يقول لها اقفلي التلفزيون عايزك في حاجه، وبتروح معاه تشوفه عايز ايه، فبياخدها عشان تشيل معاه صندوق، وبينزلوا بيه للقبو بتاعهم، وبيدخل بيها الأوضة الخفية، وبتكون سارة قلقانة شوية وقلقها بيطلع في محله. وأول ما بتدخل بيخرج هو ويقفل عليها. سارة بتفضل تزعق فيه وتقول له خرجني يا راجل يا معتوه، يا جدع أنت خرجني خلي عند أهلك دم. وبيخرج ويقفل عليها الأوضة وهي بتحاول تهرب وبتجرب مليون كلمة سر بس مش بتعرف. بالليل بعد ما الأم بتكون رجعت وما لقيتش سارة، إيمي بتطمنها وتقول لها أكيد راحت عند واحدة صاحبتها. وطبعا هايزنبرج مش في دماغه، والأم بتكون عايزة تكلم البوليس بس بيقول لها اصطبحي وقولي يا صبح. أول ما بيعدي على سارة في القبو لوحدها ولما أبوها بيرجع لها بتهجم عليه وبتضربه وبتحاول تهرب، بس بيقفشها تاني ويقول لها صوتي زي ما انت عايزه محدش هيسمعك. وبيجيبها من شعرها للاوضه تاني ويقول لها انه بيغير الباسورد كل يوم، يعني ما تحاوليش تشغلي دماغك عشان لو الطاقه فصلت الهوا هيقطع عليكي. وبيبدا بقى يديها محاضره عن الاحترام ويقول لها تلتزمي بالقوانين بتاعتي او هتموتي. وبعدين بيلسعها بالقلم على وشها وبيبدا يعمل معاها واحد زبادي خلاط، وباين له نسي انها بنتها. الراجل ده مجنون رسمي. تاني يوم الشرطه بتوصل تحقق معاهم عشان يعرفوا كل المعلومات عن ساره، وبيطلب منها ان هو يكلم حبيبها كريس. وابوها بيحاول يخليهم يتخلصوا منها وينسوها، وبيقول للظابط انها كانت عايزه تهرب من زمان وبتخطط تسافر بعيد عنهم. والظابط لما بيعرف ده بيطمنها ويقول لها اكيد هتتصل بيكي. بعد 7 ايام على الخطف ساره بتفقد اعصابها وبتبدا تفتكر كريس وايامها السعيده معاه. وفي يوم تاني كريس بيروح لها البيت يسأل عليها، وهايزنبرج اللي بيرد عليه ويقول له انها ماشيه مع واحد اسمه ستيف وكانت عايزه تهرب معاه طول الوقت وديها هربت. كريس بيزعل وبيكون مش مصدق نفسه وبياخد مكانته الريس ويخلع من المكان، والأم بتخرج وبتكون فاكرة إن في حد جايب خبر عنها. هايزنبرج بينزل تاني يوم لسارة وبيكون معاه تورته عشان عيد ميلادها ال18، وبيطلب منها تهف الشمعة وتتمنى أمنية، وكمان بيديها هدية صغيرة وبتلاقيه فستان أحمر للسهرة الرومانسية، وبيخليها تلبسه غصب عنها وبيقول لها اختاري أي حاجة، فبتقول له أنا عايزة إن ربنا ياخدك. فقال لها لا مش هينفع اختاري حاجة تانية. فبتقول له عايزة تليفون واشتراك في البي إن عشان أشوف ماتشات كأس العالم، وبيقول لها هيبقى عندك. وكمان بتقول له عايزة ساعة وبيقول لها هجيب لك كل ده، وفعلا بيجيب لها ساعة وبتفضل تراقب الوقت طول ما هي في الأوضة. وفي يوم من الأيام بتخبي حديدة في ظهرها، وأول ما أبوها بيدخل بتحاول تضربه بيها بس بيمسكها ويضربها هو ويفضل يعمل معاها زبادي خلاط بالعافية وهي مش بتحب الزبادي.
بيعدي سنة على سارة في الأوضة وبتكون حامل وبتولد كمان، وبتبدأ تعتمد على نفسها وتقول محدش يولدني أنا هتصرف. يلا يا عادل، وفعلا بيخرج عادل بس النسخة المؤنثة وبتسميها ماري. أبوها بيقول لها الطفلة دي هتحسسك بالمسؤولية وهتخليكي إنسان أحسن، ده أنت راجل بجح. وبتعدي السنين وماري بتكبر وبتكون حامل تاني، وبقت تتعامل مع أبوها بطريقة عادية أكنها مراته، والبنت الصغيرة بتتعامل معاهم على أساس أبوها وأمها. ولما سارة تطلب منه يسيبها تطلع بيتعصب عليها ويقول لها نكدت عليا الله ينكد عليك، ويسيبها ويخرج. وبيقضي باقي اليوم مع مراته الحقيقية إيمي، وبيتكلموا عن الترقية الجديدة بتاعته. والأم لما بتعرف إن ترقيته هتجيب فلوس زيادة بتكون عايزة تجيب محقق خاص عشان يدور على سارة، وبتكون لسه مفقدتش الأمل. بس هايزنبرج بيقول لها انسي بقى الحوار ده، وبيتعصب عليها. وبقى اللي فوق معصباه واللي تحت كمان معصباه. وفي يوم بقى بيجيب تلفزيون لتحت وسارة بتفرح بيه جدا. وماري بعد 7 سنين ماري بتتعب، ولما الأب بينزل بالأدوية بتقوله إنها ما ينفعش تديها دواء من غير دكتور ولازم تروح لدكتور، بس بيسيبها وبيطلع عادي كأن ما حصلش حاجة. وبمناسبة بتكون سارة خلفت طفل كمان، والمرة دي بيكون ولد. وبتقعد بقى تحكي لهم قصص عنها وعن كريس حبيبها القديم. كريس بيروح يقابل إيمي بعد السنين دي كلها وبيسألها عن سارة على أساس إنها مسافرة مع حبيبها التاني، بس بتفاجئه إنها اختفت من فترة كبيرة وما تعرفش حد اسمه ستيف أصلا. وبيفهم بقى من إيمي كل حاجة عن أبوها المختل عقليا ده، وبتحكي له اللي حصل السنين اللي فاتت، وبتقول له إنها حاسة إنه أذاها. وفي الوقت ده سارة بتكون مع عيالها بيلعبوا مع بعض وبيسلوا وقتهم. بالليل بقى بيكون في تحقيق من إيمي وأمها الهايزنبرج عشان قصة ستيف، وبيتخانقوا كلهم مع بعض وبيتعصبوا على بعض. والأم بتقرر إنها تعين محقق خاص وتدور على بنتها. ولما الأب بيتعصب ويقوم المفاتيح بتقع منه بس محدش بيشوفها، والأم بتتعصب أكتر وبتكسر كل حاجة وبتخرج. ولما الأب بيخرج وراه إيمي بتشوف المفاتيح وبتاخدها وبتنزل القبر. في الوقت ده سارة بتكون تعبانة جدا وأطفالها بيحاولوا يساعدوها. وأثناء ما إيمي بتدور تحت الأب بينزل ويزعق في إيمي وبيتعصب عليها هي كمان، بس بترضى من تحت. سارة بقى بتكون بتخلف ابنها التالت، ولما هايزنبرج بيشوفه مش بيعرف يسميه ايه. سارة بتطلب منه وهي بتدل عليه كده انه ياخد الطفل ده لفوق عشان هي تعبانة من تربية الأطفال، وبتقوله إن المكان ده ما يكفيش أكتر من 2 وهي عايزة تهتم بيه أكتر، ولو هيبقى معاه مش هتعرف تهتم بيه. تاني يوم الصبح الأم بتلاقي الطفل قدام عتبة البيت وبتدخله لجوه عشان عليه رسالة من سارة مكتوب فيها إنها كويسة ومتجوزة حبيبها وعندها أطفال، وبعتت لها الطفل توماس ابنهم علشان تهتم بيه. بس الأب بيشوف رسالة تانية مستخبية وبينزل يعاتب سارة عشان مكتوب في الرسالة إنها محبوسة في قبو البيت، وبتطلب منها تبلغ البوليس. البت دي غدارة فعلا. وبيقرر يعاقبها ويقول لها البسي الفستان الأحمر يلا. الأيام بتعدي عليهم وسارة بتكون خدت على الوضع مع عيالها اللي بيكونوا كبروا. بعد 14 سنة بتكون حامل تاني، وبتلاحظ بقى إن هايزنبرج مهتم بماري لما كبرت وبقت حلوة وبتحاول تبعدها عنه. وبتقول لأبوها اللي هو جوزها أنت ما تقربش منها تاني وملكش دعوة بيها عشان هي صغيرة. بالليل بقى ماري بتكون بتعيط ومتضايقة عشان ما تعرفش حد وملهاش أصحاب، وبتسأل سارة قابلت أبوها إزاي، بس سارة بتكون مش عارفة تقول إيه. فبتقول لها هي عرفت أبوها طول حياتها. بعد 17 سنة توماس بيكبر وبيتكلم مع جدته عن أمه وإنه عايز يشوفها. وفي يوم مامة سارة بتلاحظ إن السقف بينقط عليهم وبيبدأوا يبعدوا المية، وبعدين بتلاقي إن السقف بقى ضعيف وبتقرر تحفر فيه لحد ما بتخرج. وفعلا بتقدر تعمل فتحة لبره وتخرج الكشاف، وفي واحد بيشوفها وبيروح الشخص ده يخبط، وهايزنبرج بيفتح له ويقول له ان في فلاش خارج من البيت عندك زي ما يكون في حد بيبعت رساله. ما شاء الله راجل نبيه جدا. هايزنبرج بينزل على طول يضرب ساره وياكلها علقه سخنه لحد ما الاطفال يوقفوه. ساره بتكون تعبانه جدا وابنها بيموت جواها، ولما بينزل الاب تاني يوم بيلاقي ابنه ميت، وساره بتعيط وبياخد الجنين يدفنه عادي جدا. الراجل ده جزار يا جدعان ولا ايه؟ بيعدي على ساره فوق ال 18 سنه وبتكون ساره فقدت اعصابها على الاخر، وهايزنبرج بيلاحظ ده ويبدا يتخانق معاها قدام الاطفال. وبعدين بتسأله عن توماس بيقول لها انه كويس وبيلعب بيسبول على طول. وساعتها الولد الصغير بيتعصب عليه عشان عايز يلعب هو كمان بره. وحتى ماري كمان بتتعصب، بس سارة بتقول له انهم اسفين. بالليل بيتخانقوا مع سارة عشان بتسمح بحصول ده، وبيتعصبوا عليها وهي بتتعصب عليهم، وكلهم بيتعصبوا على بعض وبيكسروا الأوضة لحد ما سارة بتبدأ تعيط وبتبدأ تخيل كريس تاني وعيالها المحترمين بيقوموا ينضفوا الأوضة. سارة بتقرر تحكي لهم على كل حاجة وتقول لهم ان هايزنبرج ده يبقى ابوها وهو اللي خطفها وعمل فيها كده، وكمان يبقى ابوكم يعني انا ابقى اختكم، واختي تبقى خالتكم، وبنت عم خال عمتكم تبقى مين بقى. العيال بتسمع الكلمتين دول وبيجي لهم تخلف عقلي وبيتوتروا على الاخر، مش مصدقين القصه التركيه الحمضانه اللي امهم بتحكيها دي. بس ساره بتاخدهم في حضنها وتواسيهم وتقول لهم انها ملهاش ذنب وهايزنبرج هو السبب في كل حاجه. ولما بينزل بقى ساره بتتخانق معاه عشان ما بقاش بيبعت لهم اكل كفايه. ولما هايزنبرج بيتعصب على ساره ساعتها مايكل بيتعصب عليه وبيبدا يزقه ويضربه، بس ساره بتمسكه عشان هايزنبرج ممكن يأذيه.
الأيام بتعدي والسنين بتعدي لحد في يوم من الأيام هايزنبرج بيكون ناوي على شر وبيسرب عليهم غزل الأوضة تحت عشان يموتهم. بس توماس بيشوفه وبيسأله بيعمل إيه، فبيقول له بيختبر العربية. بعدين توماس بيكون حابب جده جدا واللي عامل نفسه جده وبياخده بالحضن. ساعتها هايزنبرج بيحس بتأنيب الضمير لوهلة وبينزل بسرعة يطمن عليهم. بعد 20 سنة ماري بتتعب وبتكون لازم تروح المستشفى، ولما الأب بينزل عشان يشوفهم بيلاقي حالتها خطيرة جدا، بس بيكون عايزها تموت. بس بيتحايلوا عليه فبيقرر يستغل إنهم عاملين حفلة باربيكيو بره، وبياخد ماري وسارة للمستشفى بعربيته. وبنرجع لأول مشهد في الفيلم، وماري بيحاولوا ينعشوا قلبها وبيقدروا يحافظوا على حياتها. هناك سارة بتكون عايزة تخش الحمام بس أبوها بيرفض، وأثناء ما هو بيكتب الاستمارة سارة بتوقع عليها مية وبياخدها عشان يجيب واحدة تانية. سارة بقى بتروح للدكتورة بس أبوها بيشوفها ويجري وراها، بس بتلحق تقول للدكتورة إنها عايزة مساعدة، فبياخد بعضه عشان يمشي. بس الظابط بيمسكه ويطلب يتكلم معاه. في الآخر بقى سارة بتبقى حرة هي وماري، وهايزنبرج بيتقبض عليه، وبترجع سارة وماري للبيت وبيخرجوا مايكل من تحت، والأم بتعيط على اللي حصل. بس بعدين بيعيشوا كلهم في سعادة مع بعض. وفي يوم بيوصل كريس بالمكنة الصيني بتاعته اللي مش بيغيرها، وبيقابل سارة بعد السنين دي كلها، وبيرجعوا يتكلموا مع بعض تاني، وبيكونوا لسه بيحبوا بعض. وبيخلص فيلمنا على كده.